الشاشة واضحة، مكتوب الجوف صحيح ما واضحة. لا يا مش واضحة عندي. اللي انتبهوا علي، لأنه واضحة صادفت معي طلاب بيجي بسألهم بيقول لي مثل الشاشة مش واضحة عندي. حاليا أنا مشاركة على شاشتين، الشاشة عندي تمام. اللي عنده مش شايف الشاشة مكتوب عليها المخرج الأول الجوف، بإمكانه يطلع ويرجع يدخل، يمكن تظهر عنده. تمام، نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم إن شاء الله عن مخرج الأول من مخارج اللي مخارج الحروف، وهو مخرج الجوف. أهداف الدرس يا لحظة شوي يا محمد، تفضل يا محمد. يتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين على: 1. تلاوة الآيات الكريمة تلاوة سليمة. 2. تعريف الجوف. 3. لفظ حروف الجوف لفظا سليما. 4. تمييز الحروف المادية عن الحروف اللينة. أحسنت. الآن ما هو الجوف يا سلامة؟ تعريف الجوف. الجوف الفراغ الممتد مما وراء الحلق إلى الفم، وهو اسم تجويف الحلق وتجويف الفم. حسب اللي بنشوفها بالصورة، وين راح الماوس، إنه هاي المنطقة بسميها إيش؟ الجوف، تجويف الفم. لا، إحنا الجوف لما أنا بمد، حسب ما أخذنا في الدرس، بمد الحرف، هذا بيجيني من الجوف مالي. الآن هذه الجوف بخرج منه حروف المد، فإحنا ما راح نتغلب في مخارج الحروف نهائيا. ليش؟ لأني أنا لما راح أخذ المخارج بدي أربط المخارج بإيش؟ بالأحكام التجويد اللي إحنا كنا ماخذينها سابقا. فمخرج الجوف أنا بربطه بحروف المد. ما هي حروف المد؟ الألف والواو والياء المكتوبة في كلمة نوحيها. تمام؟ أو إي، التي تنطبق فقط عليها شروط حرف المد، وهي يا حلا. ما هي؟ يلا تخرج منها حروف المد، اقرأي لي. حلا شايفة الشاشة؟ أنا يا مس أقرأ. لا يا مس مكتوب بالكتاب هذا عشان الشاشة مش ظاهرة عندي من النت الضعيف. طيب اللي مش لا، أنا بدي نقرأ من الشاشة، لأنه هو بس اللي في الشاشة، لأنكم بدكم تطلعوا على المادة بسيطة يعني. بس لما الشاشة يلا. أنا يا يلا، مس. ما حد يفتح حبايبي، الله يرضى عليكم. خلينا متفقين، بس اللي بحكي له بس ظهرت الشاشة. يلا يا روحي، تفضلي. تفضلي عزيزتي. طيب ليان علي، ليان علي، سمعتيني؟ وتخرج منه حروف المد، وهي: 1. الألف الساكنة بعد فتح مثل كان. 2. الواو الساكنة بعد ضم مثل تأكلون. 3. الياء الساكنة بعد كسر مثل المستقيم. أحسنتي. هل في صعوبة في الكلمات؟ كان النون الألف ساكنة وما قبلها مفتوح اللي على الكاف. تأكلون الواو ساكنة واللام عليها ضمة. المستقيم الياء ساكنة وقبلها القاف عليه تحته كسرة. تمام؟ هاي المواضع مخرج حروف المد هيهم: يا، إي، بقول إي، و، من هاي المناطق. تمام؟ الآن خلينا نرجع لميس عماد. مس الصورة عندي مش واضحة. بجوز ضعف نت حبيبتي، اطلعي وعودي ادخلي. تمام. الله يرضى عليك. تفضلي يا ميس. أقرأ أنا يا مس. لا خلي بحكي اسمي. الجوف. الجوف. تفضلي يا ميس. الجوف.
فإذا اختلفت حرف عما يناسبه سميت لينة، مثل الجوف، الواو هنا ساكنة بعد الفتح ومخرجها شفتين وتسمى بالواو اللينة كما سيأتي. نلاحظ أن مخرج هذه الحروف مقتدرة لأنها تخرج من الفراغ الممتد مما وراء الفم إلى الحلق، فلا تعتمد على أي جزء من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، ولا تعتمد على الخيشوم أيضا. هي مش مقتدرة هان، مخارج هذه الحروف هي مخارج مقدرة. ليش بسميها مقدرة؟ لأنها تخرج من الفراغ الممتد من وراء الفم. أول شيء من تحت وراء الفم، عند الفم وراء إيش؟ نرجع لورا عشان تشوفوا الصورة كيف. هان هاي الفم، الماوس هاي هان الفم، هان بيجي عند الحلق، أي إيش تحتها بسموه، لأن هذا هو الفراغ الممتد. أنا مثلا على سبيل المثال بدي أقول أو بقدر أمدها إي، تمام. لكن إحنا بنعرف إنه الحروف اللينة لازم يكون عندي ساكن وما قبله مفتوح، وعندي حرفين فقط وهما من الحروف اللينة، وهو الواو والياء. تمام. الدرس خفيف وبسيط وبالناس. نتلو الآيات الكريمة ونستخرج منها مخارج الحروف فقط الجوفية. الحين هاي الآية بدي من أسمع صوتكم الحلو. لحظة شوي. ديما، ديما سمعتيني؟ وبعد ديما بختار ولد. تمام. تفضل يا ديما. نتلو الآية الكريمة ونستخرج منها مخارج الحروف الجوفية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. نعم. يا الله، ما فذو شاء الله واو عليك. مادية. مين؟ فذو واو مادية. طب خلينا أقول لك شغلة. نبدأ بالأول حرف. ماشي. وإذا أنعمنا. وإذا ألف. ألف الألف. مادية. نعم. أنعمنا. أنعمنا برضو الألف. سنتي. طيب على على برضو الألف. الإنساني الألف. الإنسان. أعرض. فيش. الإنسان ما فيش. الإنسان ألف. صح. أعرض اللي بقول ما فيش. أعرض بقول. ونأى بجانبه. ونأى برضو الألف بجانبه الياء. وين الياء في بجانبه؟ عفوا الألف. الله يرضى عليكي. كمل. الألف أنت ويانا اليوم أصحاب، كله ألف معك. يلا. وإذا برضو الألف. مسه ما فيش فيها. الشر برضو ما فيش. فذو واو مادية. ودعاء برضو الألف. وعريض الياء. أحسنتي، رائعة. يلا نعزز زميلتنا. يلا أشوفكم. أنا بعثت لها. يلا 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 محلاكم. أيوة، رائعين. تمام. وحيد. الآية اللي بعدها هي طبعا إجابات الطالبة اللي عملت لكم إياه. اختارت بعض الأشياء. نتذكر القلقلة يا وليد. وليد سمع. وحيد. 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 القلقلة هي اهتزاز عند نطق حرف القلقلة إذا ما كان ساكنا، واضطرابه، ويكون حرف القلقلة أما وسط الكلمة أو في آخرها. نعم. حروف القلقلة مجموعة في قطب جد. نعم. هنا 5 حروف. الشرط الأساسي طبعا هذا الكلام يعني احنا بنراجع فيه مراجعة ماخذينه بصف سادس، ومر علينا في الصفوف السابقة إن هنا 5 حروف مجموعات في كلمات القطب جد، والشرط الأساسي إنه يكون ساكن، وممكن أن تأتي في وسط الكلمة أو آخرها. تمام. ننتقل الآن الصورة. صراحة مش راح يكون عندنا مجال إذا صار في وقت مستقبل نقرأ بعض من الصور ونسمع أصواتكم، لكن حاليا صعب جدا. تمام. استخرج الأنشطة هاي، يعني صورة البروج اللي بحب يعني يعملوا
يعملوا. هي الشاشة خذ لقطة إلكم، إحدى الطالبات عمليتها، بس يعني مش ضروري. تقويم أعرف الجوف يا لحظة شوي. اللي شارك رجاء ينزل لي إيده. فيفي. أنا يا مس يلا أقرأ. أنا فيفي. الجوف. نعم الاسم فيفي أقرأ. اللي حكيت عنه مين فيفي؟ طيب خليني أشوف اسم ثاني. ليان شاركتي؟ ليان مس. طيب لحظة. لما بيجي الاسم بتروح كلها. مس لما لا أنا بشوف الحين بفتح هون. علق شوية جوال معي لأني أنا باخذ الأسماء من الجوال. مس أنا لا ما حد يفتح ويحكي لي أنا الله يرضى عليكم. اللي شارك يا ليان ينزل إيده. رزان هشام. نعم يا رزان مس. هشام. يلا اعطيني السؤال الأول. تعريف. أعرف الجوف. الجوف هو الفراغ الممتد مما وراء الحلق إلى الفم، وهو يشمل تجويف الحلق وتجويف الفم. رائعة. نشوف لحظة شوي. أنا ليش ما بحبش أتنقل في الشاشة؟ لأنه علق الحين. كمان شوي. راح أرجع الحين أشغلها. هاي التعريف تمام. أرام. يا مس. السؤال الثاني. 2. أفرق في النطق بين الواو والياء الماديتين والواو والياء اللينتين في الآيات الآتية. ألف. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يلا يدرككم. يلا تفضلي عزيزتي. الحين عارفة بدي الواو المادية، وعندي أفرق بين الواو والياء الماديتين. بدنا ندور عليهم، وبدور وببحث يعني بلغتنا على الواو والياء اللينتين. تمام. يلا نبدأ. أول كلمة. أنا عادة في التجويد بحكي لطالباتي ابدأوا لما بيكون عندك استخراج، ابدأ من كلمة كلمة على أساس ما يروحش عليك ولا حكم. يلا نبدأ. أول كلمة. أول إشي أينما، عنا هاي الياء ياء لينة، أحسنتي رائعة. وفي عنا في كلمة تكونوا في عنا واوتين والتنتين لا ماديتين. أحسنتي. التكونوا. وفي عنا برضو الموت، هذه ياء واو لينة. رائعة. لو برضو هذه واو لينة. نعم. بروج هذه أيضا واو مادية. تمام. آخر كلمة. مشيدة هذه ياء لينة. أحسنتي. ممتاز. الفكرة صارت واضحة. نكمل. بدي أشوف آخر سؤال لأنه بدي لأنه الطريقة صارت واضحة. أساسا انتقل للحلق. أنت مش لازم معلم. الياء تكون ساكنة عشان تكون لينة، عشان تكون عندي هذه الياء مادية. المشدد. الياء المشددة ما هي تعد ياءتين صح؟ الأولى ساكنة والثانية إيش؟ متحركة. تمام. تمام. السؤال الثالث. مال هذا اللي طلع لي أنا. رزان شاركتي؟ بس أنا بس يا لما مس. تخططيني. جاوبت أول سؤال. لحظة بدي راح الاسم. بس أنا ما دعاء. جاوبتش. عنده ولد يا مس. أيوة. معك يا خلص مس. الحصة الجاي للأولاد أكثر راح تكون. دعاء تفضلي.
أعلل مخارج حروف الجوف مقدرة لأنها تخرج من فراغ الفم والحلقوم ولا تخرج من جزء معين من اللسان والشفتين والخيشوم. أحسنت. بهيك الدرس أعطينا بأبسط صورة إلى إن شاء الله في مقطع فيديو أنا راح أرسله إلكم، وإذا بضل وقت من الحصة أنا بخليكم تشوفوه في يعني هو جاهز مقطع الفيديو بس عن المخارج، بس حتى لأني بنشر على اليوتيوب حتى الحقوق الطبع ما تكون فيها إشكالية. تمام. هيك درسنا تم بحمد الله. الحين راح نبدأ. أول شيء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هيك راح أوقف التسجيل.